عمرك سألت نفسك يا صديقي ليه كل الأديان تقريبا اتفقت على الصيام واحنا ليه كمسلمين بنصوم في رمضان؟ هل عشان نجوع ونعطش وخلاص ولا في سر أكبر من كده بكتير جسمك نفسه بيبقى مستنيه كل سنة؟ وإيه اللي بيحصل لجسمنا واحنا صايمين؟ وهل الجسم بيستفيد فعلا من الصيام ولا بيضر حاجة تانية؟ وإيه اللي يخلي فلاسفة زي أرسطو وأفلاطون مثلا وعلماء مش مسلمين يشجعوا على الصيام؟ طب خلينا ناخد الحكاية دي في السريع ونعرف إيه سر الصيام. جسمك يا صديقي شغال طول السنة 24 ساعة، أكل داخل، سكر طالع، دهون متخزنة، سموم مستخبية في الزوايا أنت ما تعرفش عنها حاجة، عامل بالظبط زي الشقة المكركبة، كل حاجة على بعضها، الهدوم تلاقيها هنا والأكل تلاقيه هنا، كل حاجة مكركبة ومفيش ترتيب ومفيش نظام، وعندك أوضة كده بترمي فيها الحاجات اللي ملهاش لازمة لحد ما تشوف هتعمل فيها إيه، لحد ما بيجي الصيام يا صديقي ويبدأ يعمل ترتيب وتنظيم للحاجات اللي ملهاش لازمة ومكركبة في جسمك دي، بس ده في حالة لو اتعاملنا مع الصيام بطريقة صحيحة، وده يفكرنا يا صديقي بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صوموا تصحوا، حتى وإن كان سند الحديث ده ضعيف إلا إن معناه صحيح واقعيا، فالصيام ليه فوائد صحية كبيرة مثبتة طبيا. طب إزاي الكلام ده؟ تسمع كده من زمان الناس تقولك ان اصعب يوم في الصيام هو اول يوم. طب اشمعنى اول يوم صيام يا صديقي؟ جسمك بيتخض، بيبقى مش فاهم هو في ايه، اول كام ساعه جسمك يبدا يقلق، فين الاكل، انت بتاكلش ليه يا عم انت، ما انت بتدبها كل يوم لحد ما تبقاش قادر تتنفس، مالك النهارده وانت صايم ومش قادر ترد عليه. الجسم يا صديقي شغال بحاجتين او بطريقتين، طريقه وانت بتاكل وطريقه وانت ما بتاكلش، وخليني اقول لك بقى ان جسمك بيبقى شغال في الحالتين. اول طريقه بتعتمد على الطاقه اللي جايه من بره عن طريق انك بتاكل، فالجسم يحوله الجلوكوز عشان ياخد منه الطاقة اللي هو عاوزها، فالبنكرياس يفرز انسولين عشان ينظم عملية توزيع الجلوكوز دي للخلايا، فالخلايا تاخد اللي هي عاوزاه وبتسيب الباقي، والباقي ده بقى بيروح فين؟ للكبد والعضلات. طب لو هما الاتنين مستكفيين، هنا بقى بتروح للكارثة، الأوضة الكبيرة اللي بترمي فيها الحاجات اللي ملهاش لازمة، ألا وهي الدهون. الطريقة دي يا صديقي بتعتمد على الحرق والتخزين. طب والطريقة التانية في حالة ان انت ما بتاكلش او صايم، هنا بقى الجسم بيعتمد على الطاقة اللي هو بالفعل مخزنها، مفيش حاجة جاية من بره فتبدأ تحرق اللي متخزن بالفعل، لما ما بيبقاش في حاجة جاية من بره ومحتاجين طاقة، فاللي بيحصل في الوقت ده ان جسمك بيبدأ يستهلك السكر اللي مخزنه ويشتغل على وضع التنظيف الذاتي. وهنا احب اعرفك على واحد قديم شوية وهو بقراط الملقب بأبو الطب الحديث. الراجل ده صديقي كان عنده كلام مهم جدا عن الصيام، وبيقول ان الانسان لو جاله مرض معين او تعب من حاجه فكان شايف ان الحل في ان هو يصوم، وكان بيعتقد ان الصوم بيمنح الجسم الشفاء وبيعزز قدرته على العلاج الذاتي، عشان كده كان شايف ان هو افضل خيار للمرضى. وكمان بيأكد على حاجه مهمه جدا، وهي ان محاربه الشهوه ايسر من علاج العله. تخيل يعني، ولا اشاعات بقى ولا تحاليل ولا ادويه، هو الصيام بس. وكمان كان بيقول ان كل انسان جواه دكتور طبيعي يقدر على معالجه نفسه بنفسه. واسمع بقى الجمله اللي جايه دي: لو اكلت وانت مريض انت كده بتاكل المرض. وده يفكرنا يا صديقي بنص قديم مشهور معرفش منسوب لمين الحقيقه، النص ده كان بيقول ان جسمك بيعيش على ربع اللي بتاكله بس، والباقي بيعيش عليه الدكاتره. وده اللي بنشوفه يا صديقي في العصر اللي احنا فيه دلوقتي ده، وكميه الامراض اللي ملهاش عدد، بعكس الانسان البدائي. مثلا لو رجعنا بالزمن ورا شويه هنلاقي ان ما كانش عندهم الرفاهيه في اختيار الاكل، كان بيقوم من النوم يدور يشوف هو هيصطاد ايه النهارده عشان ياكله، مش العكس، مش بيقوم ياكل وبعدين يشوف هيعمل في يوم ايه النهارده، وكان ممكن يقعد ايام ما ياكلش اصلا. الصيام يا صديقي بيعمل حاجه مهمه جدا في الجسم، وهي الالتهام الذاتي او ما يعرف بالاوتوفاجي. واللي مكتشف موضوع الالتهام الذاتي ده او الاوتوفاجي دكتور ياباني اسمه يوشينوري اوسومي. الراجل ده اكتشف اليات الالتهام الذاتي وكشف عن الجينات المسؤوله عنها، وحصل على جائزه نوبل في الطب سنه 2016 تقديرا لابحاثه اللي ادت لفهم ازاي بتقوم الخلايا باعاده تدوير مكوناتها التالفه. جسمك يا صديقي بيعمل ريسايكلينج وانت مش حاسس، واللي فتح افاق لفهم امراض كتير زي السرطان وامراض الاعصاب مثلا. يعني وانت صايم جسمك شغال مقاول تشطيبات، خلايا تالفه هنا يعيد بنائها، حاجه مش مظبوطه يظبطها، وهكذا. طب فين المشكله بقى؟ ما الجسم زي الفل اهو وعارف الصح، وانا الحمد لله بصوم في رمضان بس مش عارف بدخل ليه. المشكله هنا بقى ان احنا ما بنديش للجسم فرصه انه يعمل استشفاء او يعمل عمليه تدوير بين النظامين، انت بتخزن بس فالدهون تزيد والكرش يدلدل. طب السؤال هنا بقى، ازاي احنا بنتخن في رمضان مع اننا بنصوم؟ واحنا لسه قايلين ان الصيام بيظبط الدنيا صح، بس قلنا كمان لو اتعاملنا مع الصيام بطريقه صحيحه. والمشكله بقى يا صديقي ان بعد الفطار بيبقى اعصار، اول ما المغرب يأذن انت بتنتقم، اول حاجه كده تضرب كوبايتين عصير، صايم بقى ومحدش بيقولك انت بتعمل ايه، او بكوبايتين عصير دول خدت لك حوالي 500 سعره حراريه، اللي المفروض يومك كله من 2000 ل 2000 ونص سعره حراريه بس. يعني
انت ممكن تخلصهم وانت لسه بتنقنق اصلا. لا ورمضان السنه دي جاي في شتاء، يعني محاشي كتير، ونتقابل عند الدكتور بعد رمضان ان شاء الله. المهم يا صديقي نرجع لل 500 سعره حراريه. ال 500 دول بقى وانت لسه ما قعدتش تاكل اصلا، فتقعد بقى تاكل لحد ما تبقاش قادر تقوم تتحرك من مكان، وتبقى لسه ما قمتش من مكانك وتبص يمينك كده تلاقي الحاجه عامله لك صينيه الكنافه، هتعدي وتسيبها كده؟ ما يصحش برضه. وتلاقي الحاجه تقول لك كل يا حبيبي ما انت كنت صايم، لحد ما تملى التانك على الاخر. بس مش حاسس ان في حاجه ناقصه؟ بيبسي الدايت بقى، بيبسي الدايت هيظبط. خلاص كده خلصنا؟ لا ده لسه في سحور كمان، فول بقى وفلافل وبيض، لحد ما تبقى عامل زي احمد حلمي في فيلم اكس لارج، تقعد تدور على الحاجات اللي انت لسه ما اكلتش منها. ده غير كمان الحاجات اللي بتقعد تلقطها كده وانت ماشي في البيت من المغرب لحد السحور. اشحن يا باشا وخزن. فاللي بيحصل هنا صديقي ان انت بتعمل لجسمك ايرور، ما يبقاش فاهم حاجه خالص، هاخد ايه واخزن ايه، ويقوم جاي رايح جسمك للاوضه الكبيره اللي قلنا عليها ويرمي فيها الحاجات اللي ملهاش لازمه. رمضان يخلص بقى وتلاقي الاوضه بقت قد كده، وتبقى مستغرب ده احنا حتى كنا صايمين، انا تخنت ليه؟ كانك بالظبط يا صديقي ماسك تليفون وفاتح 100 ابلكيشن في نفس الوقت ومستغرب هو الموبايل مهنج ليه. وده اللي خلى واحد زي الدكتور هيربرت شيلتون، وده دكتور رائد في مجال الصيام العلاجي، الراجل ده كان بيقول ان الصيام عباره عن تطهير طبيعي للجسم عشان بيشيل السموم وبيسمح للاعضاء بالراحه والتعافي. الاعضاء يا صديقي بتبقى محتاجه هدنه، وكمان وانت صايم او جعان بيبقى عندك قدره على التفكير بشكل سليم، والصفاء الذهني بيبقى بشكل افضل. جرب كده تذاكر وانت جعان، هتلاقي عندك قدره على الاستيعاب والتركيز بشكل اسرع من وانت شبعان. يعني مش جسمك بس، ده دماغك كمان. والحقيقه ان مش الراجل ده بس اللي بيقول كده، ده هنلاقي فلاسفه كبار زي افلاطون وارسطو وفيثاغورس مثلا كانوا بيصوموا عشان يوصلوا لذروه الاتقان الذهني والتخلص من طغيان الجسم، فكانوا بيعتمدوا على الصيام لاسباب صحيه وفكريه ايضا عشان يقدروا يفكروا ويركزوا بشكل احسن. بنجامين فرانكلين، وده واحد من اهم الشخصيات في تاريخ امريكا، ويعتبر من الاباء المؤسسين للولايات المتحده، وهو عالم وفيلسوف وكاتب، واللي بالمناسبه صورته محطوطه على ورقه ال$100. الراجل ده عنده مقوله مشهوره جدا، كان بيقول ان افضل العلاج هو الراحه والصيام. كان مؤمن جدا بالاعتدال في كل حاجه وضبط النفس، وان كتر الاكل سبب رئيسي في الامراض، وان الجسم لو اتيح ليه الفرصه بالراحه والصيام هيعالج نفسه بنفسه. وهنا يجي سؤال مهم جدا، طب لما الجسم يبقى عنده مخزون ويقدر يتكيف ويشتغل مع نفسه، ليه بقى وانا ما باكلش بحس بالجوع؟ الفكره يا صديقي ان جسمك بيتاقلم على مواعيد اكلك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يجي وقت الفطار مثلا فيبدا هرمون اسمه هرمون جليرين يشتغل، والهرمون ده هو المسؤول عن الاحساس بالجوع، فتحس انك جعان في الوقت اللي انت متعود انك تاكل فيه. هرمون حافظ مش فاهم. بس لو الوقت ده عدى، ودي اكيد حاجه انت بتلاحظها، الاحساس ده بيقل عادي لحد ما تيجي ميعاد الوجبه اللي بعدها، وهكذا. الخلاصه يا صديقي ان الجسم زي ما هو محتاج للاكل هو محتاج للصيام برضه، ويمكن بصوره اكبر من احتياجك للاكل اصلا. فلو قدرت انك تعمل توازن بين الصيام والاكل، جسمك هيشتغل بشكل افضل. بس يا صديقي فخلي بالك بقى وما تدبهاش قوي عشان الاوضه ما تكبرش والكرش يدلدل، وتبقى مركز كده، وتعمل سبسكرايب بقى عشان تشوف الحاجات الجديده، وتبص على الحاجات القديمه وكده يعني.